لأن الحاجة باتت ماسة، ولأن المرحلة أضحت متطلبة، كان لابد من ظهور حراك ثقافي مستنير يعيد توجيه البوصلة الثقافية ويدفع المجتمع برفق تجاه بوابة الحياة. ومن هذا المنطلق الوطني والإنساني ظهر على الساحة مشروع أرباب الحرف، مشروع يهدف لأنسنة الحياة من خلال إيجاد حاضنة للثقافة ومنبر للفكر وملتقى للحرفيين والفنانين. التقرير التالي يرصد هذا المشروع. ليس متحفا وليست مكتبة وليس مجرد مقهى، ولكنه أرباب الحرف، حاضنة ثقافية تزينت برائحة الماضي بعد أن اختارت الفن والثقافة هوية لها. احنا كنا في الخارج نتبع للنادي السعودي، نواجه السعودية في الخارج، وكانت هناك ملتقيات ثقافية فنية بشكل أسبوعي تحت مظلة الملحقية الثقافية. فبعد العودة إلى السعودية يعني ما وجدنا أي حاضنة بهذا المسمى تجمع الشباب. فهنا من هنا بدأت الفكرة أنه يكون مكان أو ملتقى يجمع الفنانين الحرفيين بشكل يومي. يطل أرباب الحرف على وقتنا الحاضر من نافذة الأمس، مرتديا زي المقاهي الثقافية القديمة التي بزغت في أربعينيات وخمسينيات القرن الماضي، وذلك من خلال المجالس الثقافية والأدبية والفنية الممتدة طيلة أيام الأسبوع، والتي تختلف في مضامينها وتتفق في اتجاهها. المكان هو مناخ جميل للشعر، للموسيقى، للفن بشكل عام. نحتاج كثيرا أن نبتعد عن المؤسسات الرسمية المؤطرة ببيروقراطية معينة، سواء كانت على مستوى الأنظمة أو على مستوى اختيار الضيوف اللي هم النخب. المقاهي الثقافية التي أخرجت الكثير من المبدعين على مستوى الوطن العربي، لما نتكلم عن العواصم العربية، نتكلم عن بغداد، نتكلم عن دمشق، نتكلم عن القاهرة، أخرجت الكثير من المفكرين لم يخرجوا من الصوالين الخاصة ولم يخرجوا من المؤسسات الرسمية، ولكن خرجوا من مقاهي الشارع. لدينا أكثر من مجلس في أرباب الحرف. نبدأ بمجلس صالون العقاد الثقافي، صالون خاص بالمواضيع الثقافية والاجتماعية بشكل عام. لدينا صالون زرياب الموسيقي يهتم بالموسيقى والفن. لدينا صالون الجواهري أيضا يهتم بالأدب والشعر والقصة. لدينا صالون ابن الهيثم يهتم بالتصوير الفوتوغرافي. وأخيرا مجلس الباتشينو السينمائي الذي يهتم بالسينما وصناعة الأفلام وورش العمل الخاصة بالسينما. أيا يكن الوقت الذي سترتاد فيه أرباب الحرف، سترى حراكا ثقافيا يتسم بالوعي يديره ثلة من شباب وشابات الوطن في محاولة جادة منهم للإسهام في إعادة توجيه البوصلة الثقافية من خلال بث فكر متزن يرفد الوطن ويسانده في تحقيق رؤيته. نحن حاضنة للفنانين والفنانات، وأن نكون نقطة انطلاق لهم لأعمالهم الفنية. أيضا مكان ملتقى لتبادل الأفكار والخبرات والثقافات، وأن نكون ضمن رؤية خادم الحرمين الشريفين وولي عهده 2030. لم يقتصر الأمر على النخبويين فحسب، ولكن الشباب أيضا وجدوا ضالتهم في المكان الذي خلق لهم منصة تعلي أصواتهم وتبرز أقلامهم. أرباب الحرف قدم لي منارة تطل على معجبين الفن ومحبين الفن، وأقام وأساعد الكثير منهم أنا أيضا، من فنانين، من مبدعين، من رسامين.
التاريخ لا يعود للوراء والزمن لا يستدير، لكن هذه الاحتمالات قد تتغير بعد زيارة واحدة لأرباب الحرف. حسن رحماني لبرنامج يا هلا، جدة. بعد الفاصل، سد الملك فهد ببيشة جدل لا ينتهي بين السكان والمسؤولين.